عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللي قالوا عنه شبيه الحجر ويكون قبل الياسة. بدل ما تحط لك حجر بالمتر ب150 ب200، هذا ما شاء الله تبارك الله ما في فرق بينه وبين الحجر. صبحكم الله بالخير يا أعضاء الجروب. طبعا هذا نوع جديد من الطلاء، طبعا هو يعتبر لياسة ودهانات في آن واحد، ويغنيك عن الدهانات واللياسة في وقت واحد. طبعا هو يجي بعد العظم، تشوف العظم على طول. هذولي هذا تحسبونه حجر، هذا مش حجر، هذا عبارة عن يسمونها الطلاء الاسمنتي، يجيك ملون. شوف على طول يطرطشونه كذا على ايش؟ على البلك، وتسوي الاشكال اللي تبغاها. طبعا هذا الرجال قال حطوا لي حجر هنا وزينه وما زينه، هذا اللون ده طبعا صبغوه له. وهذا قال فرضا حطوا لي ساده هنا، عباره عن الاسمنت الملون يسمونه، يغنيك عن الاسمنت ويغنيك عن البويات في نفس الوقت، ويغنيك عن الحجر. يمديك تسويها نفس الحجر، يمديك تسويها بنظام الحجر، يمديك تسويها سادات زي هذاك، يمديك تخليها ساده زي كذا فله. طبعا هذه اوفر لك واحسن لك من الاسمنت، ونفس الوقت من الدهانات او الحجر في نفس الوقت. طبعا في العماره هذيك سوى نفس الحركه بس سواها بنظام الحجر، شفت كيف؟ وكأنه حجر طبيعي وهياط ودنيا وفلوس وعالم دفع، وهو لا، على طول سواها عقب العظم بشكل بلك، على طول فوقها المادة، على طول يركبون المادة عليها. طبعا المادة هذه عليها ضمان 25 سنة تضمنها شركة آركي للمنتجات الإسمنتية. شركة آركي هي الضمان مدة 25 سنة. طبعا شوف ذاك الفلة سواها، شوف شكل فلتها جاية بنت بأرخص مادة، أرخص مادة. مع تحيات أبو الهش وشكرا.